السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله باحسن الاحوال. اليوم بغيت نشارك معكم هاد التحليه اللي كتجي بارده وزوينه بزاف بزاف. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا، فضلا وليس امرا، كنتمنى تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد كنحطو. ما تنساونيش من لايك ومن التعاليق الزوينه ديالكم، حيت هما اللي كيعطوني الحافز باش انني ندير لكم افضل ما عندي. هنا نبداو في المقادير ديالنا. خذوا اي كيسان متوفرين عندكم كما كانوا. هنا كانت عندي هاد الكيك في الثلاجه، قلت علاش ما نديرش فيها التحليه، كتجي زوينه وسهله يعني. هنا شويه ديال الدقيق، هنا جوج ساشي ديال الفلون كراميل، ولا ديروا ديال الشكلاط اللي متوفر عندكم، وواحد نص عطرو ديال الحليب. صافي غادي ناخذ واحد الكاسرونه هنا وغادي ندير فيها داك نص لتر ديال الحليب. ديروا الكميه اللي بغيتو، نص لتر راه غيخرج ليا ما شاء الله كميه كبيره. صافي هنا غادي ناخذ جوج ساشي ديال الفلو كراميل. انا كنت بغيت ندير ديال الشكلاط ولكن ما كانش متوفر عندي، كان متوفر عندي غير هذا فدرتو. عرفتوا هاد التحليه كتجي زوينه بزاف وبنينه يعني وسهله، ما فيهاش شي مقادير اللي صعاب. تقدروا في بلاصه هذاك الكيك اللي ما كانش عندكم فتاخذوا غير داك البسكويت الداير اللي كيكون كبير، دوزوه في الهاشوار مع معلقه ديال الزبده صافي وديروا طبقات. عرفتوا كيجي بنين 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 بزاف بزاف. صافي هنا غادي ناخذ درت الفلون، غادي نزيد واحد المعلقه وشويه ديال الدقيق الابيض. الا ما كانش متوفر عندكم ولا ما كنتوش كتفضلوا الدقيق الابيض فتقدروا ديروا مايزينا نشا. هنا واحد المعلقه كبيره ديال السكر. هذا الحلاوه كتبقى على حسب الذوق، بغيتو تزيدوا زيدوا، بغيتو ديروا غير معلقه ديروا. صافي غادي نحرك كل شيء قبل ما نديرو فوق العافيه. نحرك كل شيء على البارد وعاد غادي نديرو فوق البوطه، وغادي نخلي البوطه ناقصه وكنحرك غير بشويه باش ما يخسرش ليا، حيت الا بقيتو كتحركوا بزاف ما غاديش يعقد. هنا مني كطلع فيه الغليه صافي كنطفي عليه وكنبدا نعمر دوك الكيسان اللي غندير فيهم التحليه، حيت كانوا عندي من التحت رقاق، فداك الشيء علاش غندير غير طبقه هكا غنفتتو وغنزلو شويه، وعاد غادي ندير الفلون طبقه ديال الفلون. غادي نكمل كلشي بنفس الطريقه. انا راه جربت ندير وحده ولكن ما بغاش تدخل. في هذا الاثناء بغيت نقول لكم فضلا وليس امرا اللي كيتفرج فيا يشترك في قناتي، لانه عندي تقريبا 90% من الناس اللي كيتفرجوا فيا غير مشتركين عندي. فضلا وليس امرا يعني اشتركوا عندي باش ننزل لكم احسن ما عندي، لاني ملي كنشوف كنتعب على الفيديوهات وكندير مجهودي كامل وفي الاخر ما كنلقاش مجهود، يعني ما كتبقاش عندي الطاقه باش اني نصور فيديو تاني. الا بغيتوني نبقى ننزل لكم يوميا فيديو احسن ما عندي فكنتمنى نشوف التفاعل ديالكم باش هكا كنولي ننزل افضل ما عندي. هنا كنبقى غادا مكمله بنفس الطريقه. كما كتشوفوا وصافي. هنا صوبت هاد الصوص ديال الشوكولا ولكن ما عرفتش كيفاش تحيد ليا المقطع، ما تصورش ولا ما عرفتش. هنا خديت واحد الكاسرونه درت فيها واحد الكاس كبير ديال الماء ودرت فيها معلقه ديال الدقيق الابيض
و3 معالق ديال الشوكولات المر، ومعلقة كبيرة ديال السكر، وساشي ديال الفاني، وبقاو تحركوهم على البارد صافي، وديروهم فوق البوطة حتى كيعقادوا وكيكونوا على هاد الشكل. هاد الصوص ديال الشوكولا ما كتجمدش، كتبقى هكا يعني شويه دايبه، كتزين لينا ديك التحليه. وهاد الصوص ديال الشوكولا تقدروا تستعملوه في اي حاجه عندكم. صافي كندير طبقه اخرى ديال الكيك كيما كتشوفوا. صافي دابا غادي ندير طبقه اخيره ديال الفلون. شتو ما شاء الله خرج يعني كميه مزيانه. هاد الكيسان راه كبار، يعني راه كيهز بزاف. اهم شيء انه كتجي تحليه بارده وزوينه واقتصاديه، ما فيهاش يعني بزاف المقادير. صافي هنا كطبقه اخيره غادي ندير داك الصوص ديال الشوكولا اللي صاوبت، عرفتو كيجي بنين. جربوه وخليو لي في التعليق كيف جاتكم النتيجه. صافي هنا كندير الطبقه الاخيره ديال الشوكولات على هاد الشكل. هكا ديروا لوليداتكم، يعني سبت واحد ولا كيجي زوين. هنا من بعد ما ساليت كلشي غادي نغطي عليهم، غنغطي عليهم باش دغيا كيبردوا في الثلاجه. انا هاد الطويصات كانوا بقاو عندي من الصيف ديال الكلاص، كنتاكد باللي مسدودين مزيان باش ما يتقلبوش ولا شي حاجه. صافي هنا كندخلهم الثلاجه تقريبا لمده ديال 2 ساعتين على الاقل، حتى كنحس بيهم بردوا. خاصهم يبردوا مزيان مزيان باش كيجيو بنان، يعني خليوهم يبردوا. صافي هنا من بعد ما خرجتهم كما كتشوفوا على هاد الشكل جاو زوينين بزاف بزاف وبنان. انا راه ما صبرتش، بقيت كناكل معكم في الفيديو. شوفوا ما شاء الله كي كتولي ديك الكريمه ديال الشكلاط، كتجي بنينه 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 بزاف. كنتمنى تجربوا الوصفه وتجاوبوني في التعليق كيف جاتكم، وكنتمنى يكونوا كيعجبوكم الفيديوهات اللي كنزل لكم. وما تنسونيش من لي لايك حيت مهمين بزاف في الفيديو باش ان شاء الله نعطيكم افضل ما عندي. وشكرا لكم بزاف.